من الأسئلة اللي جت لنا يا هندسة، عايزين طريقة سهلة نوزع بيها أسياخ رأسية في البلان لحوائط كتير زي مثلا حمام السباحة، وتوزيع برضو البراندات في الإليفيجن. هكلمك في الفيديو ده عن طريقة من أسهل الطرق اللي أنت ممكن تستخدمها في إن أنت توزع بيها أكبر عدد من الأسياخ بأيا كان الشكل اللي أنت بتوزع فيه، سواء بتوزع في البلان أو سواء بتوزع في الإليفيجن. هتوفر عليك وقت كتير، واللي احنا برضو استخدمناها في الكورس بتاعنا. يعني لو جيت بصيت معايا مثلا هنا، البلان اللي قدامي ديت كده هندسه ريتيننج وولز، الحوائط السانده بتاعتنا بالشكل اللي قدامي كده بكل القطاعات. تخيل هي دي كل القطاعات اللي احنا استخدمناها في الريتيننج وول. فاحنا كنا عايزين طريقه سهله ان احنا نقدر نوزع بيها كل الاسياخ ديت، سواء بالشكل اللي قدامي دوت، سواء بشكل كيرفلينير كده بالشكل اللي قدامي، سواء هندسه ان احنا عندنا مثلا خزان دائري بالشكل اللي قدامك دوت. تمام، وعايزين نوزع الاسياخ بتاعتنا بالشكل اللي قدامك ده. فايه الطريقه اللي انت اقدر استخدمها عشان اوزع الاسياخ؟ كل الكلام ده اتكلمنا عنه، سواء الخزان الدائري اللي قدامك ده اتكلمنا عنه في الكورس بتاعنا المدفوع اللي هيكون متاح خلال ايام قليله باذن الله، او سواء الريتيننج وول اللي موجود قدامك برضو واللي اتكلمنا عنه بشيء من التفصيل في الكورس بتاعنا. ففي الفيديو ده عايزين بقى نعرف ايه الطريقه اللي احنا نقدر نستخدمها عشان تنجز بيها اكبر عدد من التوزيع في وقت قليل جدا. فده اللي هنشوفه في الفيديو ده، يلا بينا. مبدئيا كده هندسه، خليني ابدا معاك بالفكره اللي انا عايز اتكلم معاك فيها، اللي هو ايه؟ هاجي بامر بولي لاين اللي هو اختصاره بي ال، هضغط انتر وهمشي مثلا كده. الشكل اللي قدامي ده هندسه انا مثلا عايز اوزع عليه التسليح بتاعي، تمام، ايا كان بقى شكل التوزيع ده. فبامر بولي لاين، ما تنساش لازم بولي لاين، ما ينفعش اجي ارسم لاين واستخدم الطريقه اللي هقول لك عليها. هتيجي هنا بامر بوينت، هتروح مثلا هاجي عايز اوزع السيخ دوت، هضغط عليه، تمام. هتفتح لك الويندو اللي قدامك ديت بتبين لك اشكال التوزيع اللي انت ممكن تستخدمها. هنا في امر مهم جدا اسمه بولي لاين، هضغط عليه، تمام. بيقول لك تحت سيلكت على البولي لاين اللي هو دوت، تمام. بيقول لك كده عايز تدخل الكفر او حاجه، اقول له لا، انتر. تظهر الويندو اللي قدامي المهمه دي جدا، تمام. بص كده معايا على النقطه دي. دلوقتي انا عايز اقول له السبيسنج بتاعي، هقول له مثلا 20 سم، تمام. هتلاقي كده جالك على الشكل اللي قدامك ده اللي انا لسه راسمه بولي لاين، ووزع لي كل 20 سم حط لي سيخ. طيب هندسه، انا دلوقتي عايز اتحكم في الكفر بتاعي، انا هنا ما اعرفش اي كفر. فمن هنا يا هندسه السي ديت اختصار الكفر، فاقول له مثلا كفر 25 مللي، اضغط كده في اي مكان تاني مثلا هنا هتلاقيه ساب لك 20 مللي. طب عايز تكبره، اقول له مثلا 50، اضغط في اي مكان تاني هتلاقيه ماشي 50. طيب انا عايز اجيبه الناحيه التانيه، عايز اعمل له سايد، هو على اليمين عايز اجيبه على الشمال البولي لاين. فخلاص هتيجي قبل ال 50 تحط سالب، تضغط في اي مكان تاني هتلاقيها اتقلبت الناحيه التانيه. طيب عايز تكبرها تحط مثلا 100 عشان نشوف الفرق، تضغط كده هتلاقي مشيت 100. فبالتالي امر بولي لاين ده اقدر استخدمه اوزع فيه ايا كان الشكل اللي انا عايز استخدمه. فاحنا كده عرفنا الطريقه اللي انا هشتغل عليها في الفيديو ده. طب ازاي بقى ان انا اقدر اطوع او ان انا استخدم الطريقه ديت في ان انا اوزع بقى الشكل اللي قدامي ده؟ تعالى كده نمسح مثلا خزان دائري بالشكل اللي قدامك ده، عايز اوزع على الدايره ديت الاسياخ بتاعتي اللي هي في الاليفيجن. هاجي بامر بوينت، اختار السيخ بتاعي، تمام، زي ما اتفقنا بولي لاين، تمام. الدايره ديت مرسومه طبعا بامر بولي لاين، فهاجي هنا واختار الخط اللي انا دوت محتاجه واضغط انتر، تمام. انا السبيسنج بتاعتي كانت 20 سم، اقول له 20، تمام، واضغط في اي مكان تاني هتلاقيه وزع لي الاسياخ، تمام. الكفر بتاعي هندسه انا 25، طب لو ضغطت 25 وضغطت هنا هتلاقيه طالع فوق. عايز انزل تحت هتيجي قبل السي ديت تضغط سالب 25 واضغط في اي مكان تاني عشان اشوف تاثير الامر اللي انا لسه ضايفه، تمام. هتلاقيه نزل تحت. طيب هندسه انا الكفر بتاعي مش متظبط معايا، هبدا ازود المسافه. طب عشان احسبها بدقه، انا معايا كفر 25 والسيخ دوت البراندات بتاعي ده كان سيخ 10، يبقى كده 35، اقول له كده 35، اضغط في اي مكان تاني هتلاقي ان سنتر الدايره ديت جوه السنتر بتاع السيخ ده. ليه؟ لان هو بيرسم لي الدايره ديت من سنتر البولي لاين، فبالتالي ان انا ممكن اضيف على ال 35 دي تبقى سالب 35 وازود عليها 6 اللي هو نص القطر بتاع السيخ بتاعي هيبقى سالب 41. اضغط في مكان تاني هتلاقيها جت في المكان المظبوط بتاعي على الداير كله بتاع البولي لاين بتاعي، تمام. اقول له بقى اوكي وابدا ان انا اضيف التوزيع بتاعي بالشكل ده، تمام. اقول له اوكي وتعالى اختار ايا كان عدد الاسياخ، ممكن اطلع بالشكل ده. يبقى انا كده ضفت الشكل التوزيع بتاعي، تمام. يبقى كده لو بصيت كده على كامل الدايره هتلاقي ان التوزيع الاسياخ على شكل دايره نزل في المكان المظبوط بتاعي. يبقى كده اول جزئيه اتكلمنا عليها. طب انا خلصت يا هندسه التوزيع في الكروس سكشن، عايز اضيفه على البلان بتاعي، اضيفه ازاي؟ بنفس الامر، امر بوينت، هتروح تختار مثلا
البراندات بتاعتك وتعالى نوزعها هنا. هنا بيتيح لي انا ممكن طبعا استخدم بولي لاين، بس في طريقه تانية هنا في الاليفيجن ممكن توفر عليا وقت اكتر، الا وهي ايه؟ ان انا ممكن اجي امر سيجمنت فريجمنت. سيجمنت فريجمنت ده يعني ايه؟ يعني ان انا اجي عايز اوزع على جزء من السيخ، بيقول لك تحت كده سيلكت السيخ نفسه، ده السيخ اللي انا عايز اوزع عليه. بيقول لك عايز توزع منين لمنين، ممكن اقول له مثلا من اول هنا لحد هنا واقول له انتر. تمام، لو ضفت هنا مثلا سبيسنج 20 واضغط في اي مكان تاني، بص وزع لي في المكان اللي انا عايز، اللي انا حددته له، قلت له اوكي مثلا ونزلت كده التوزيع، يبقى هو كده وزع لي في المكان ده وقسط لي المسافات بتاعتي. فاقول له لا انا مش عايز المكان ده، همسح الكلام ده. او بدل ما ان انا امسح بس الديسكريبشن، اقول موف مثلا للنقط دي، بدل ما انا اروح مثلا اقول له بوينت واروح اجيب البراندات، لا خلاص طالما هي النقط دي متاخده من البراندات اللي تحت، هاجي اعلم عليها اقول له امر بوينت، هاجي اختار النقط دي، هيجيب لي نفس البراندات اللي تحت. تمام، هاجي اقول له بقى بامر سيجمنت فريجمنت، اضغط على سيخ عايز اقول له من فوق لحد تحت، حد تحت هنا كده. تمام، انا براندات داخليه ولا خارجيه؟ تمام، هي مثلا هنا كانت داخليه فاقول له اس انتر عشان يجيبها لي جوه. طب لو هي خارجيه اس انتر هيطلعها لي بره، ايا كان مكانها فاقول له انتر. وبعد كده قدامي حلين، يا اما هاجي اقول له عدد او سبيسنج. طب ايه الفرق يا هندسه ان انا هنا اقول له سبيسنج؟ بص لو انا قلت له سبيسنج هيحصل ايه؟ اس 20 مثلا وضغطت في اي مكان تاني، هتلاقيه بدا لي السيخ ما بداهوش من الاول خالص، ده ساب لي مسافه. طيب لو قلت له عدد، تعالى كده اقول له بقى اسكيب، امسح دي واقول له امر بوينت، اختار النقطه دي، اقول له سيجمنت فريجمنت واختار ده من فوق لحد تحت هنا. تمام، انتر، وهضيف عدد. انا العدد بتاعي كان كام؟ كان 21. طيب لو قلت له 20 العدد بتاعي 20 مثلا وضغطت في اي مكان تاني، بيقول لك السبيسنج 20 و7، لا ما ينفعش، لان انا اقل سبيسنج عندي او اكبر سبيسنج عندي اللي هي ال 20 سم، فانا عايزها توصل 20 سم او اقل. فبالتالي اغير له العدد ده بدل 20 21، اضغط في مكان تاني، بيقول لك السبيسنج 19 و6 من 10، اقل من 20، يبقى انا كده السبيسنج ديت انا التارجت اللي انا عايزه وصلت له. تمام، نيجي نتحكم بقى في الايه، في الاسياخ التانية. انا اول سيخ ده هندسه عايزه يبدا على بعد 10 سم من وش الخزان بتاعي، عشان عندي هنا حاجه اسمها ووتر ستوب بتتركب، فبالتالي لازم اسيب من الوش الخزان ده 10 سم وبعد كده يبدا معايا اول سيخ. فالكلام ده هيتحقق ازاي على الاي اس دي؟ شايف امر الاكس دوت اللي هو انسيرت، هضغط عليه وهقول له ديليت. تمام، وهاجي ادلت السيخ ده واقول له انتر. تمام، تمام، يبقى هو كده هندسه عمل ايه؟ مسح لي سيخ من تحت. ممكن اجي بامر انسيرت ده تاني واقول له انسيرت واضيف سيخ، بس انا مش هعمل كده، انا مسحت سيخ خلاص، همسح الاسياخ ديت وبعد كده انزل الديسكريبشن. تمام، وخليك واقف على امر انسيرت ده واقول له اوكي، وتعالى ننزل، اقول له انتر كمان، اقول له ديستريبيوشن ديسكريبشن، تعالى كده نضيف الديسكريبشن للاسياخ ده عن طريق ديستريبيوشن، اختار النقط دي، انتر، واقول له اوكي، وتعالى كده نمشي كده، اختار شكل التوزيع ده لحد هنا. تمام، انا معايا سيخ هنا عايزه يبدا على بعد 10 سم، هعمل ايه يا هندسه؟ انا في سيخ هنا عايزه يبدا من على بعد 10 سم، هعمل ايه؟ شايف النقطه اللي انا لسه راسمها؟ هضغط عليها وهقول له موديفيكيشن، وهاجي هنا بامر انسيرت وهضيف سيخ في اي مكان هنا مثلا. تمام، شايف هتلاقيه اوتوماتيك لقط معايا 7 سم، بيقول لك السيخ ده على بعد من هنا 7 سم، اقول له خلاص تمام، ده اللي انا كنت عايزه، اقول له اوكي. تمام، بص كده اوتوماتيك العدد هنا بقى 21. طيب هندسه انا السيخ دوت عايزه على بعد قد ايه؟ هقول له كده كونستراكشن لاين هوريزونتال، هقول له اوفست على بعد 10 سم من هنا. تمام، هاجي امسك ده وانزله في السنتر. تمام، بيقول لك خلي بالك السيخ اللي انت عامله ده على بعد برده من هنا 10 سم، يعني المسافه من هنا لهنا 10. طيب تعالى كده نبص المسافه من هنا لحد السنتر السيخ ده، هتلاقيها برضو 10 سم، يبقى انا كده حققت التارجت بتاعي. تمام، طب تعالى ناكد على المعلومه دي تاني عشان مهمه جدا وناس كتير بتتلخبط فيها. بامر بوينت هاجي مثلا اخد البراندات دي واوزعها على الناحيه الثانيه، هقول له سيجمنت فريجمنت من هنا، تمام، لحد هنا كده، انتر. تمام، اتفقت معاك ان انا مش هضيف اي عدد، مش هضيف سبيسنج، هضيف عدد، العدد 21. تمام، انا عايز اضيف سيخ على بعد مثلا 5 سم، هعملها ازاي؟ هاجي كده اقول له ديليت وامسح ده واقول له انتر، وبعد كده هقف على امر انسيرت ده واقول له اوكي، مش هضيف اي سيخ تاني دلوقتي، هقول له اوكي، انتر، ادي ديستريبيوشن واقول له اوكي، وتعالى ننزل الديستريبيوشن بتاعنا. بص العدد ده كام؟ 20. تمام، خليك فاكر معايا. انا عايز اضيف سيخ هنا كمان، هاجي ايه، اختار النقطه دي واقول له موديفيكيشن واقول له انسيرت، وتعالى نضيف في اي مكان مثلا هنا سيخ،
هتلاقي كده ساب لك المسافه، اقول له انتر. تمام اوكي. تعال بص على العدد بتاعي بقى 21 مش 20، يبقى كده زود لي السيخ. تمام. اقول له كونستراكشن لاين هوريزونتال. تعالى كده اقول له اوفست 5 سم. تمام. يبقى انا السيخ بتاعي دوت من هنا كده على بعد 5 سم اللي هو حد الووتر ستوب بتاعي، يبقى هيساب لي من هنا 15 سم في 5 سم. يبقى انا كده فهمت الدنيا. واجي بقى بامر دايمنشن كده مثلا من هنا دايمنشن لينير، واضيف مثلا 5 سم، اقول له خلي بالك هنا انت سايب لي 5 سم. تمام. تمام. يبقى دي كده من الحاجات المهمه اللي انت ممكن تستخدمها وانت بتستخدم بقى سواء حمامات سباحه سواء بتستخدم خزانات، هتستخدم الجزئيه دي. طيب ايه كمان يا هندسه؟ انا مثلا عندي حوائط بالشكل اللي قدامي ده، شكل مثلا كبير جدا. لو قست المسافه دي تعالى كده مثلا اللاين. تمام. تعالى المسافه دي من هنا لحد هنا كام؟ يعني حوالي 75 سم، 75 متر. طب 75 متر ديت طول كبير قوي ان انا اوزع فيه اسياخ. هستخدم ايه؟ هاجي بنفس الامر، امر بولي لاين بي ال انتر. عايز اوزع منين يا هندسه؟ على الوتر اللي تحت ده. يبقى اختار من اول هنا كده لحد هنا كده، ده اللي انا عايز اوزع عليه. تمام. رسمت بولي لاين. هاجي في الكروس سيكشن عايز اوزع الكلام ده، امر بوينت. اختار مثلا السيخ ده عايز اوزعه بولي لاين. من بولي لاين اختار البولي لاين اللي انا لسه راسمه. اجي على الاول عشان اشوف السيخ بتاعي، اقول له انتر. اقول له خلي بالك السبيسنج 20 سم. اضغط في اي مكان وزعها لي كل 20 سم. اقول له خلي بالك انا في سيخ هنا عايز اشيله، اقول له كده بامر انسيرت ديليت ده. طب تعالى كده نبص الناحيه الثانيه، هقول له خلي بالك في كمان السيخ ده عايز اشيله. تمام. تمام. اقول له انتر. الكفر بتاعي قد ايه يا هندسه؟ الكفر كنت ممكن كان لازم ان انا اضيفه في الاول عندي. ماشي هو ظاهر لي هنا، ممكن اقول له الكفر بتاعي خليه لي مثلا 25. يبقى الكفر احنا لازم نضيفه فين؟ نضيفه في الاول خالص. تمام. يبقى خلاص النقطه ديت هنمسح الكلام ده، هقول له بامر بوينت وتعالى نظبط الكفر بتاعنا في الاول. بامر بوينت اقول له بولي لاين، اختار البولي لاين بتاعي. تمام. اقول له انتر. السبيسنج 20، اقول له الاول السبيسنج بتاعتي 20 سم. تمام. بعد كده اقول له الكفر بتاعي 25 مثلا، هلاقيه طالع فوق. تمام. طيب وانا السيخ بتاعي دوت كان كام؟ تمام. انا مش فاكر، انا كنت راسم السيخ ده 16 او 18، فتعالى نجرب مثلا نخليها 50. تعالى نزود 5 كمان 55. تمام. فهو ظبط لي المسافه. يعني انت بتقيس الكفر هنا 25 وبتشوف السيخ دوت مثلا قطره 12، يبقى 25 12 يبقى 37، يبقى دخله كفر هنا 37. هتلاقي ظبط كده على الاسياخ بتاعتي. تمام. هندسه انا في سيخ هنا محتاج ان انا اشيله، هاجي بانسيرت ديليت في الاول وفي الاخر. هتلاقي في سيخ كمان هنا محتاج ان انا اشيله. تمام. اقول له انتر واقول له اوكي. بس قبل ما اقول له اوكي تعالى كده ننزل على امر انسيرت ده واقول له اوكي. اقول له انتر. تعالى ديستريبيوشن للاسياخ دي واقول له اوكي. وتعالى كده ننزل الديستريبيوشن تحت كده شويه، ونيجي في النص هنا كده نسحب الكلام ده. تعالى بس اكبره عشان يبان معاك في الشاشه ديت. فاقول له كده خليه لي مثلا 60 سيت سكيل، او خليه لي 100 مثلا عشان يبقى ظاهر معايا. تمام. هنا معايا كام؟ 376 سيخ. تمام. انا محتاج ان انا اضيف سيخ هنا، هاجي بامر بوينت، او لا مش هاجي بامر بوينت، محتاج ان انا اضيف سيخ هنا. هاجي ازاي؟ اختار الاسياخ دي، اقول له موديفيكيشن، اقول له امر انسيرت، وتعالى اضيف لي سيخ هنا. هتلاقي كده اوتوماتيك خلي بالك ان هنا المسافه دي 13 سم. نفس الكلام هنا، تيجي تضيف سيخ اف 8 عشان يظهر معاك السيخ اهو. يبقى في سيخ هنا كمان ده 13 سم ونص. انتر. تمام. اوكي. طيب يبقى انا كده 376 و2 بقوا 378، وهكذا بقى بامر بولي لاين تقدر تطوعه ان انت تضيف اسياخ في اي مكان انت محتاجه. خلاص يبقى احنا كده عرفنا ان احنا ازاي نطوع الامر بولي لاين دوت، ان احنا نستخدمه ان احنا نضيف او اي كان شكل التوزيع اللي احنا محتاجين ان احنا نشتغل عليه. كل الكلام ده هندسه اتكلمنا عنه بالتفصيل في كورس الشوب درونج الاحترافي المدفوع اللي هيكون متاح باذن الله خلال الايام المقبله. لو حد عنده سؤال يا ريت يسالنا، سواء على الواتس سواء على صفحه الفيسبوك بتاعتنا. وان شاء الله لو في وقت ان احنا هنتكلم هنعمل لها فيديو، او ان احنا في ساعتها نقدر نرد عليه. ان شاء الله نشوفكم في فيديو تاني قريب. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.